دلوقتي اهلا بحضرتك. لو حضرتك لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك وتعمل لايك، لان معلوماتنا النهارده معلومه حلوه قوي. لو بتقرا سوره مريم، ايه العجائب الموجوده فيها؟ اول حاجه معانا موجوده فيها إيه هو استجابه دعاء سيدنا زكريا عليه السلام بحمل زوجته رغم شيخوخته، اللي هو كان كبير في السن، ومراته ما كانتش بتخلف، كانت عقيمه. وكمان ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام بلا أب وطهارة السيدة مريم. وكمان نطق سيدنا المسيح وهو في المهد عشان يبرأ أمه. وكمان رزق الله سيدة مريم بالغذاء اللي هو تساقط عليها الرطب الطازج. ايه الفوائد اللي من سورة مريم اللي احنا هنستفاد منها؟ اللي هي بتفك الكرب بعد الضيق وتقضي الحاجات لو انت وصلت على قراءات آياتها، مع الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. وكمان بتدينا السكينة والطمأنينة. دي كانت معلوماتنا النهاردة. لو حضرتك أول مرة تسمعها ما تنساش اللايك وتشترك في القناة. استنونا في معلومة جديدة. شكرا.